un match amical contre le Maroc يكون ثاني سي اون تري بون شوز. السنغال في لو نيفو بون بوتيت نوفمبر توقيف الفيفا او مواعيد الفيفا في هذا الاشهر الثلاثه تحضيرا لكان جونفي القادم. نحن على بعد 8 إلى 9 أشهر فقط من نهائيات كأس إفريقيا. معاذ نمرودي، هل أصبح ضروريا من الآن التفكير في مواجهات ودية قوية؟ في حديث أيضا على بوركينا فاسو، ولكن يمكن الجزائر رفضت مواجهة بوركينا فاسو لأسباب نجهلها، ولكن الحديث عن مواجهة منتخب مصري العائد بقوة في الأسابيع أو في المباريات الأخيرة لمصر. من المهم جدا رضوان تحضير هذه المنافسات الرسميه، المنافسات القاريه تكون بمنافسين من المستوى العالي، لانك راح يكونوا خيره المنتخبات هنالك في كاس افريقيا. لذلك من الجيد انك تواجه هذه المنتخبات، وخاصه لما تكون في اعاده هيكله المنتخب، البحث عن التشكيله والتوليفه المناسبه من اجل التحضير لهذا الموعد. واليوم احنا باسماء جديده في المنتخب الوطني، لذلك يجب ان يكون اختيار المنافسين مدروس ووضعهم في الظروف الملائمه، اولا بمواجهه منتخبات من مستوى عالي، ثانيا بلعب مباريات في ظروف مناخيه راح تكون صعبه، لانهم اللاعبين اللي التحقوا بالمنتخب اليوم في تونس، في الجزائر فقط لعبوا مع النيجر، راح يكونوا يعني عندهم ربما نقص على الانسجام، راح يكون نقص على الانسجام. ويجب كذلك التعود كما قلت على الظروف المناخيه اللي راح نوجدوها هنالك في كوت ديفوار. اليوم كاين تواريخ عديده تاع الفيفا، راح في حديث متسع من الوقت، في حديث على انه المنتخب الوطني سيتربص في بلد قريب او ليميتروف مع كوت ديفوار من اجل تحضير لكان 2024، هي كان 2023، حتى لا يتكرر سيناريو الكاميرون اين تربصنا واجرينا مباريات وديه. كان الكوفيد على كل حال في قطر، ماشي نفس المناخ، وبعدها تنقلنا الى الكاميرون. اخر منتخب تنقل للكاميرون واحد اول المنتخبات اللي غادر الكاميرون سامي العماري. كيف ترى هذه المواجهات الوديه التي تسبق نهائيات كاس افريقيا؟ حتى الناخب الوطني اكد انه ذاهب الى كوت ديفوار من اجل التتويج القاري. رضوان، اذا تشفى مليح في هنا في هذه الحصه كنا من بين لما تكلمنا عن الاخطاء التي ارتكبتها الفيدراليه والطاقم الفني الوطني بالنسبه للتحضير اللي كان 2022، من بينها هو عدم اللعب مباريات وديه ضد اولا ضد منتخبات قويه، منتخبات افريقيه قويه او متوسطه، تقدر تكون متوسطه. وثانيا ما لعبناش مقابلات وديه في افريقيا، كنا نكتفوا كل تو لي ماتش يكون نلعبوهم في الجزائر. دونك الوغ حنا يفاليك نروحوا باش نصادفت مع الكليما اون افريك. والخطا كان مام خطا ثالث واللي ذكرته يعني التربص الذي يعني التربص اللي ما درناش ايضا في دون ان بيي يكون قريب على الكاميرون. والان انا جو فوا دونك الان هناك خريطه طريق جديده. دونك الفيدراليه يعني بدات تصحح الاخطاء، وكما قال معاذ من المهم جدا ان نلعبوا ضد فرق يعني عندها مستوى في افريقيا. مثل انا فرحت بزاف كي سمعت باللي نلعبوا ضد فريق كيما مصر مقابله مع المدرب الجديد المنتخب المصري 5 مباريات ما خسر حتى مقابله. ممكن ان الاداء يتحسن في يتحسن. انا جو بونس كو لقاء ضد الفريق المغربي ماتش اميكال كونتر الماروك يكون ثاني سي اون تري بون شوز. السنغال في لو نيفو بون بوتيت كي فودرا اتوندر لو تيراج او سور. بالك التيراج او سور هذا يجي بالك في اكتوبر بالك، لكن البرمجه صعيبه في افريقيا. ولكن مهم جدا نلعبوا ضد فرق قويه وفي افريقيا. سي تري امبورطون في افريقيا في افريقيا. زعما كي نلعبوا في مصر سي بيان كنلعبوا لهم في مصر، بوركينا فاسو ولا باليش ولا نوتر بيي لعبوا له في بلاده. باسكو حنا لي جوار تاعنا لا بروميير كي نلحقوا لافريك في لاكوب دافريك، من بين الاسباب اللي وضعوهم باش يفسروا لي شاك، يقول لك باسكو الكليما صعيب ما قدرنالوش ما نتنفسوش. الان باش ما نكونوش عندنا دي مسببات ولا كيفاش يقولوا حجج، لازم نكون الفريق يكون في دون لي ميور كونديسيون اي ماتر ليكيب دون لي ميور كونديسيون. هذه من مسؤوليه الفيدراليه، يعني ماشي حاجه اون بلوس، سي با ان بونus. il est obligatoire de mettre l'équipe nationale dans les meilleures conditions. Mettre l'équipe nationale dans les meilleures conditions, c'est lui fournir des matchs amicaux en Afrique et si besoin des matchs amicaux qui soient d'un niveau supérieur. علي بن شيخ، من الناحيه التقنيه لاعبين جدد ما شفناهمش كثير طبعا، كاين اللي دخلوا لمده 10 دقائق. هل بعد ضمان تاهل لكاس افريقيا، وبما انه لوبجيكتيف تاعنا راهو كبير هو الذهاب بعيدا والتتويج بهذا التاج القاري، هل علينا من الان التفكير في هذه الكاس الافريقيه ليس بمواجهه فرق اوروبيه
ربما ما عندهمش لو ميم ستيل دو جو كما راح نواجهوا يكون في افريقيا. هل من الاحسن اننا كما قال سمير نلعبوا في ادغال افريقيا حتى اللاعبين هادو يوالفوا ادغال افريقيا؟ هل من الاحسن اليوم انه نكثروا المباريات الوديه مع فرق قويه حتى هاد اللاعبين يكون في انسجام ما بيناتهم؟ انا تواسون لي ماتش اميكو كاع ملاح، كاع كالكو سوا لادفيرسير سي اون بون شوز، لان رايح تاميليوري بوكو شوز، تخرج من النتائج وتسيي منها لاعبين نوسي. هذه وحده. بور لو كليما جو سوي انا 50 50 جو شونج با في هذه. كاين لاسبان دات كوب دو موند داتها ماشي في اسبانيا، في افريقيا دو سود، داتها في لافريك دو سود، دونك بارفوا لو كليما مي 50 50. الارجنتين داتها في قطر. يعطيك الصحة، فيها 50 50. هي يوستين بون شوز تلعب مع مصر. في مصر يلعبوا في مصر ممكن مازال ما رسمي في مصر، ولا نوتر ماتش مع لافريك دو سود. سا ديبون وين تلعبوا غانا ولا تلعبوا في لافريك دو سود، بوركوا با سي اون بون شوز غاناتيك. مي لو بلوز امبورطون في هاد لي دو ماتش ولا بليزيور ماتش من لا كوب دافريك سيك نشوفوا هاد لي جون هادو يلعبوا بلوس دو ماتش، باسكو سي دي جوار ملاح دو بون جوار، نشوفهم يلعبوا بوكو بلوس كيما هذاك بوعناني ولا الميليتير هذاك شيبي لازم نشوفوهم بلوس دو ماتش، لخاطرش الاخرين نعرفوهم ومعروفين. بور سكي كونسيرن كيما قال سمير يكونوا لازم دون لي ميور كونديسيون بارتير دو مومون راك قلتها نتايا اللي كاين هاد ديجا هاد لي دو ماتش سي دي ماتش امبورطون اميكو، دونك راهم في لي بون كونديسيون. لو ريست راهم في ليكسيلونت كونديسيون، ماشي في دون لي بون كونديسيون، فاتوا طلعوا في ليكسيلونس. دونك كيما يقول لك لو ريست سي دو غاني لا كوب دافريك سي تو ان شاء الله. كلش توتي بري بور كل حاجه جاهزه. معد نمرودي، هل تعتقد بانه حتى لا نرتكب نفس الاخطاء اللي ارتكبناها في السابق، خاصة قبل نهائيات كأس افريقيا بالكاميرون، وين كما قال سمير تحججنا بالطقس بالفندق بالارضية الميدان بالكثير من الامور، وبقينا نتكلموا ايضا على 35 مباراة بدون هزيمة. هل ما تعتقدش بانه الان يجب ان نبحث على ديفري سبارينغ بارتنر، يعني منافسين على النيجر، ولو انه النيجر ما فزناش عليها كما فزنا عليها من قبل ب6 اهداف، ولا فزنا عليها 2-1 1-0 في كأس افريقيا خسرنا ضد فرق متواضعه غينيا الاستوائيه، يعني فهمت لازم نخيروا لي دو كا اون بو اتر فيكسي فوكاليزي سور لي غرون زيكيب كما قلت لك انت السنغال المغرب والافريك دو سود ومصر، ونساو الفرق اللي تبقى يعني كيفاش يقولوا انينيغم بور نو. لازم ثاني نوجدوا روحنا كونتر دي زيكيب كيما الكامبون. كاين دي زيكيب خسرنا معاهم في الكاميرون، ما كناش نستناو نخسروا، صح ولا لا؟ دونك يفوز بريباري ا توت لي زيفونتواليتي. رضوان، لما نشوف منتخبين جنوب افريقيا ومصر، انا نقول خيارين ملاح للمنتخب. لماذا؟ جنوب افريقيا منتخب اللي او متواضع في السنوات الاخيره، لكن ضمن التاهل تاعو في مجموعه رفقه المغرب ليبيريا. اردوان كان قادر فوز واحد وتعادلين يتاهل عادي، ولهذا ونشوفوا المنتخب جنوب افريقيا كاس افريقيا الاخيره غاب عنها جنوب افريقيا من 2019 ما حضرش كاس افريقيا. راح يكون هو كذلك في مهمه تحضير منتخب ويكون عنده نفس الطموح اللي عندنا باش يحضر نفسه جيدا لكوت ديفوار. المنتخب المصري دائما يحافظ على نفس قوته، ما تنساش انه وصل الماتش باراج للتاهل لكاس العالم بضربات الترجيح امام السنغال، ولعب النهائي امام السنغال نهائي كاس افريقيا وخسر النهائي بضربات الترجيح. اي انه يحافظ على تركيبته وعلى هويته كمنتخب قوي حتى في ظل تغير المدرب. اليوم المدرب البرتغالي فيتوريا عنده 5 مباريات، فاز على بلجيكا في مباراه وديه، فاز على كاس العالم، فاز كذلك على مالاوي مؤخرا في المباراه تاع كاس افريقيا ب4 لعبوا الساعه الثانيه ظهرا. اي هذا المنتخب هو منتخب قوي، هما صايمين مثل المنتخب الوطني الجزائري امام النيجر في تونس. لذلك منتخب قوي ومنتخب يلعب في كل الظروف. من المهم كذلك جدا اننا نلعبوا مع منتخب مثل المنتخب المصري، لانك لو راح تتاهل انت طموحك من اجل تتويج كاس افريقيا راح تلاقي منتخبات الاقوى والمنتخبات من نفس المستوى، وراح يعطيك كذلك نظره تصور انك تواجه تونس، تواجه المغرب، منتخبات شمال افريقيا، اي تقريبا نفس المنتخبات، ولو انه نعرف قوه المنتخب المصري. نختم مع علي فيما يتعلق قال بانه مهما يكون المباريات الوديه ملاح، يعني مع منتخبات قويه ولا منتخبات متوسطه ولا حتى ضعيفه، لكن انا ربما ما نوافقكش انه لما لعبنا مع نيجيريا ولعبنا مع مالي في وهران
شفنا المستوى الحقيقي. مالي يعني وجدت لنا صعوبه كبيره، تعادلنا معهم هنا في وران، فزنا امام نيجيريا بصعوبه كبيره. اعتقد انه لما نلعبوا مع النيجر ولا مع تنزانيا ولا مع احترامنا للجميع ولا اوغندا ماهوش نفس الشيء كما تلعب مع مصر ولا تلعب مع السنغال ولا مع بوركينا فاسو. هل بما اننا حابين نروحوا بعيد وندوا لا كوب دافريك ما لازمش من الان نواجهوا المنتخبات الاقوى في افريقيا؟ كيفاش ما اتفقش معايا؟ ما اتفقش معك اني قلت لي معليش نيمبورت كال ماتش اميكال معليش، المهم مباريات وديه ملاح للمنتخب الوطني، ولكن انا مع انه نواجهوا لي بلي فور كما درنا مع نيجيريا ومع المالي. داكور. انا نقول لك على حسب رايي سي رضوان. يا معليش. انا نقول لك على حسب رايي راك غلط. معليش. لان علاش نديروا ماتش اميكال؟ علاش نخيروا نلعبوا ماتش اميكال ولا لي ماتش اميكو؟ بور تيستي لي تيستيو رحنا لي سيستيم دو جو. يعطيك الصحه. بور ابليكي لا مانيير اللي رايحين نلعبوا بها حنا نمبوزيوها على لادفيرسير، لان هذيك اللي تخرج علينا بيكش تابليكيها. تنجم تلعب جينيرالمون بوكو دو بيي شوازيز في 4 ماتش ولا يخيروا نص لان مع الضعيف تو امبوز تا مانيير دو جوي، تبدا تدخلها لي جوار. صح. مي كي تلعب كانا مع دي زيكيب لي صحاح ويماجين هما من بعد يبداو يدومينيو سا بو اريفي صارت ديجا. من بعد كيفاش تولي انت تولي تو رومي اون كوز تيتورمي اون كوز. يعني انت مع هذه وهذه بيان سور لي دو ملاح هي البلوس امبورطون في ماتش اميكال. بريميرمون نيمبوزي لا مانيير دو جوي تاعي اللي راح نقابل بها لي زادفيرسير. الثانيين pour essayer d'autres joueurs في certains postes peut-être نتغير لي بوست باش تروفري لي ميور جوار بوسيبل باش يابورديو لا كوب دافريك. هذا هو صح لي ماتش اميكو سي تو. ما يشرح لاغريسيفيتي ولا لا سي با دي ماتش اوفيسيال. بيان سور سي با تنجم تكسر تنجم قنعتني. ها قنعتني هذا يعطيك الصح. بعد شوف يا اون ايدي اوسي نقدروا ناسيونال واسمه شكون؟ الجوار تاعك الناسيونال هذاك مجيجل اسمه راح لي اسمه يدخل على البلاصه عموره شوف عموره سامح. نو جوست اون ايدي نقدروا نتفاهموا مع اون ايكيب افريكان ونلعبوا ماتش اميكال في الكاميرون. وي سا سي اون ايدي اوسي. سي اون ايدي سي فري. اذا نغلقوا ملف